يمكن مش لابسين الزي الفرعوني، لكن هتلاقوا ان الملامح دي طول الوقت هتشوفوها في الميكروباص، في الشارع المصري العادي، في الاسواق الخضار، في الشغل. لو دققتوا هتعرفوا ان ايزيس وهاميس ونفرتاري ونفرتيتي روحهم، جيناتهم، قوتهم، صوتهم، ارادتهم موجوده لغايه دلوقتي في المراه المصريه. ولما قابلت النهارده ضيفتنا كريستينا، الفكر ده او الاحساس ده حقيقي. اول ما دخلت وطلت علينا حسيت ان احنا قدام ملكه من الملكات المصريات الحضاره المصريه القديمه، مش بس بشكلها وبالزي اللي هي لابساه، لكن كمان قوه صوتها، يعني شخصيتها مصريه، حتى النخاع. ولما كمان دردشت معاها شويه قدرت اعرف ان قوه المراه المصريه منذ الاف السنين موجوده، وان مفيش حد ابدا هيقدر يقهر المراه المصريه. احنا معانا النهارده اكتر من عنوان، لكن احنا النهارده هنستمتع بوجود موهبه حقيقيه، وده برضو تدليل جديد على ان مصر ولاده، وان الخير في البلد دي حتى يوم القيامه، يوم الدين. معانا كروان البحر الاحمر، معانا شمس الترانيم. دي الاسماء اللي طلعوها عليها او لقبوها بيها من خلال تواجدها على السوشيال ميديا، وده جانب مهم جدا هنتكلم عنه. كريستينا كرم، اهلا بيكي. اهلا بيكي، بشكرك جدا، مقدمه اكثر من روعه حقيقي، يعني فاجئتيني ابهرتيني بكلامك. لا انت حقيقي، يعني انت حسستينا انه لا يا جماعه مش صدفه. هي الفكره دي، انت لابسه الزي الفرعوني. اقفلي المايك، متهيألي المايك بتاعك مفتوح، هنفتحه لما نغني طب ما انت هو تفتح، لا، بقول مفتوح لك ايه، لوحده. ما تقفليهوش، يلا اوكي. غني. ابتدينا كده بحاجه. اصل انا عايزه اعرفكم على كريستينا من خلال صوتها قوي جدا. في مساحات وامكانيات كبيره جدا هتعرفوها من خلال كلامنا. انت ابتدينا، هو طبعا التيست الاول لاي مطرب مين؟ ممكن ابدا. الست. اوكي. الست، يلا. اوكي، هقول رجعوني عينيك. يلا. اوكي. الله. كلمات احمد شفيق، الحان الراحل الموسيقار محمد عبد الوهاب. رجعوني عينيك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، ورجعوني عينيك لأيام اللي راحوا، علموني دول، علموني أندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع، عمري ضايع، يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع، عمري ضايع، يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته قبل ما تشوفك عينيا، عمري ضايع، يحسبوه ازاي عليا، انت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه، ابتدى بنورك صباحه، انت عمري. الله.
تخيلوا احنا ماشيين في الحياه بندور على احلامنا ونقابلها ونتكعبل فيها وهي طول الوقت ماشيه جنبنا. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان كريستينا ليها قصه. هي ابتدت تغني من سنتين اه بشكل احترافي يعني. بالظبط. ازاي يا كريستينا؟ يعني تخيلوا الصوت ده كان بيدندن بس في الحمام بس. هو كل الموضوع زي ما قلتي بالظبط، وصفتيها يعني بيرفكت الوصف اللي وصفتيه. يعني احلامنا بتكون جنبنا واحنا بنكون مش واخدين بالنا منها، او بنكون حاطين حاجات تانية واحلام تانية وفاكرين ان هي دي، بس بالصدفة. آه مش بالصدفة، يعني انت يعني ممكن تبقى ماشي تعمل حاجة فتلاقي ايه ده، انت كنتش واخد بالك ازاي، او ما اهتمتش اكتر من كده يعني ازاي. عمرك ما فكرتي ان انت تحترفي الغنى؟ انا طبعا من انا صغيره عندي الموهبه، وبحب طبعا اغني وبحب ارندم، وكنت بشترك في كورالات صغيره، وكانت دي البدايه بتاعتي. بشترك في اطار مثلا من كنسي، امتى بشتغل في من امتى وانت حسيتي ان صوتك حلو؟ من وانت الطفوله يعني. اكتشفوا على طول مدرسينك لعبي ان عباره عن ان انا بغني وبلحن، بتلحني؟ دي طريقه لعبي. واستمريتي كده على فكره. هي خريجه سياحه سياح وفنادق، فنادق، ارشاد سياحي. ارشاد سياحي. لغايه يعني مثلا في الكليه، مسرح الكليه، للاسف مسرح الشديد المدرسه. فتره الجامعه كانت احلامي مختلفه خالص. كانت احلامها مختلفه خالص. كنت كانت ايه؟ مجتهده زياده عن اللزوم. انا من انا صغيره مجتهده، بس لما انا حابه التاريخ قوي والاثار قوي وبلدي بشكل زي اي مصري مخلص لبلده. فقلت خلاص انا هدخل كليه سياحه وفنادق. ما كانش وقتها ايه عايزه ابقى دكتوره، بس لما دخلت الكليه ومن ستاف كتر جامعه ما يعني. انا لما دخلت الجامعه وكليه سياحه وفنادق بالتحديد، الدراسه كانت بالنسبه لي متعه. فقلت لا، انا عايزه اكمل طول عمري ادرس في المجال ده. مسرح الكليه مالكيش علاقه بيه، الغنى مالكيش علاقه بيه؟ كنت في الفتره دي ماليش علاقه بيه، اخري بكده حاجات صغيره بره يعني. مش يعني في الكليه يعني ممكن مره غنيت كده، بس ما كملتش يعني. كتير كانوا يقولوا لي صوتك الدكتوره حلو، بقى خلاص انا عايزه ابقى خساره، دكتوره عايزه في اذاكر، الكليه. سيبوني. اه انا هذاكر. فكنت اللي هو حتى يعني اكيد زمايلي دلوقتي بيسمعوني، يعني انا مشهوره بان انا كنت دحيحه قوي. دحيحه الدفعه. الدحيحه راحت، الدحيحه جت وغنت في الاخر. في الاخر سبحان الله بقى. فما كانش حلمك خالص ان انت لا تغني ولا تبقي مطربه ولا اي حاجه؟ ولا كان في بالي اللي هو امتى دي بقى؟ موهبه على جنب. طب امتى بقى اتحولت او قابلتي حلمك ده امتى؟ 2019 عملت اول ترنيمه سولو لوحدي. طبعا اشتركت في كورالات قبل كده زي ما قلت لحضرتك، بس كاحتراف وان انا اعمل حاجه كامله بقى واطور من نفسي اكتر واخد الموضوع بشكل احترافي وشكل ايوه. ايه اللي اعمق. خلاكي تعملي النقله دي؟ قلت انا نفسي اعمل حاجه. كانت في البدايه ان انا عايزه اعمل ترنيمه بس، وعلى فكره كنت ناوي اعملها واوقف يعني. لو انا هعملها كانت ترنيمه للسيده العذراء مريم، دي كانت اول حاجه. بعد ما عملتها لقيت الناس انبسطت قوي، مستنيين كل انت جديد نشرتيها على المواقع، على السوشيال ميديا. هنا بقى الدور اللي انا كنت عايزه اقول لحضراتكم عليه، ان بدون ما نقصد طبعا في مسالب كتيره جدا للسوشيال ميديا وتعرضنا للمواقع التواصل الاجتماعي، لكن بدون ما بنقصد السوشيال ميديا قلب التربه. طول الوقت بنقول ايه يا جماعه؟ مش دول احسن الناس اللي بتلعب كوره في مصر؟ مش دول احسن الاصوات اللي موجوده في مصر؟ فالسوشيال ميديا دون قصد قلب التربه واظهر لنا الدور اللي احنا كنا طول الوقت عايزين نقول لازم يبقى فيه مكتشفي نجوم، لازم يبقى فيه صناعه نجوم. فالسوشيال ميديا عملت ده، اظهرت لنا ده. هي حطت الترنيمه فلقيتي رد فعل، ردود افعال ورسائل جميله جدا. ده كان في 2019. بعدها بشويه في 2021 لما جه موضوع بقى اقتصاديا والسياحه بقى الكورونا ابتديت افكر لا الموهبه. يعني انت قعدتي سنتين ما بتعمليش حاجه؟ كنت بعمل بس برضو في اطار ضيق يعني، مش حاجات بسيطه. قعدت فكرت بقى لا انا عايزه اعمل حاجه لبلدي بقى، لكل مصر. وعايزه اعبر عن مصر القديمه بقى، مصر الفرعونيه. الموكب كان ليه دور؟ 2021 الموكب الذهبي كان ليه دور؟ الموهب الهمني، لان انا كنت بفكر في الفكره بس كنت لسه مش عارفه ادمج ايه مع ايه. لما بقى شفت ترنيمه ايزيس، ايه ده؟ الله، ده انا عندي الاثنين. هي دي قلت دي حلوه يا بلدي، هو ده الصوره اللي انا عايزاها. احنا عندنا الترنيمه وعندنا حلوه يا بلدي. حلوه قوي. بس عايزه اقول لكم بقى هي دي تيرنينج بوينت. يس. وقالت طب ما انا عندي الصوت الحلو وعندي المعلومات، هي دارسه. فحصل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. شوفي الترنيمه.
اهو المصريات موجودين، موكب الذهبي موجود. ده بعد الموكب ولا قبليه؟ بعده على طول. بعده على طول. بس معنى ان هو بعده على طول ان الفكره كانت زي ما انت قلتي مصدقاكي ان هي كانت موجوده، ربما وجود الموكب هو البوش اللي دفع وحقق لك ده. انت عامله ده على حسابك كامله. انتاج وده برضو من الحاجات اللي احنا برضو عايزين نتكلم عنها، ان هي لو بدات ده في الاول بعد شويه هتبقى مش هتقدر. فاحنا محتاجين جهات ومؤسسات تتبنى ده. هنتكلم عن النقطه دي. الترنيمه دي من دراستك ولا انت لا، هو دي اتقالت ولا انت سمعتيها من المومياوات وانت حفظتيها؟ لان انا كنت بحب الهيروغليفي جدا، فنطقه سهل بالنسبه لي. كنت بتحبيه في الدراسه؟ في الدراسه بس فنطقه سهل بالنسبه لي. الترنيمه دي عايزه اقول لك الناس كلها في مصر حفظتها من كتر ما كان طارق المصور بيقول انا حافظاها لان هو كان في الافتتاح. فهي اللغه الهيروغليفيه كده فيها شيء عجيب، حتى لو ما فهمتوش بتحبيه. فانا كمان عشان اصلا لغتنا القديمه في جيناتنا يعني. بس فانت حافظاها. كنت بفكر بس كنت هعمل حاجه تانية بالهيروغليفي مش دي. فلما شفت دي لا قلت دي يعني مش عارفه سابت تاثير اكبر. واللي فاتت يعني انا حسيت ان اللحن ده اسهل، فقلت لا ده اللي هيبقى فعلا جميل ومعمول بشكل حلو، فانا هعمل ده بس بشكل خاص وبشكل مختلف خالص عن اللي اتقدم. مش الترنيمه الاولى والاخيره اللي انت عملتيها؟ لا، في واحده تانية شغاله عليها لو باللغه الهيروغليفيه تقصدي. في واحده تانية شغاله عليها بس لسه طبعا يعني ما خلصتهاش، واقفه. ايه هي؟ عامله انشوده امون. دي اتعملت في افتتاح طريق الكباش، برضه حاجه روعه. يعني حافظه منها حاجه ممكن تغنيها لنا؟ يلا. إن عطينا عن خني مروي إتي إيمان ابن ستاوي حون خني موي من خاص من خبو شاطني مخيت إثي نخطر دي ألفني عالي ستي خير إدبوي إثي نخطر دي ألفني عالي ستي خير إدبوي. هو مين يقدر على مصر وفيها كده؟ مين اللي يقدر على مصر وفيها كده؟ من زمان قوي مصر قوية وهتفضل وفضلة قوية يعني، وهتفضل الست المصرية قوية. انت عملتي ايه بقى يعني؟ خلاص انت ده كانت اول حاجة انت عملتيها، اول حاجة ولقيت بقى ردود افعال كبيرة قوي، اجانب ومصريين وصحف وجرايد ومقالات كتير وقنوات فضائية يعني. لا كان صداها حلو جدا. ده تأثير بقى السوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا ساعدكوا كتير. اي حاجه في الدنيا ليها ايجابيات وليها سلبيات، بس طريقه الاستخدام زي الموبايل بالظبط. اي حاجه بس هو فعلا قلب التربه يعني. بدون الوسيله دي كنت هتبقي محتاجه حد يكتشفك بشكل صح. طبعا. وده شجعك ان انت تكملي بقى، خدتي قرار بالاحتراف. خلاص انا شفت، انا زي كاني واحد ما كانش واخد باله ماشي في الطريق وفجاه لا في حاجه واضحه وضوح صريح. في حاجه وعملتي حاجات خاصه بيكي انت بقى. عملت حاجات، عملت رساله حب وسلام للعالم، دي انا كتبتها. بالمناسبه هي بتكتب يعني، هي كمان هي فنانه فمتعدده المواهب، فهي كتبت
انا من ضمن الحاجات اللي انا كنت عايزه اسالك عنها، الحاجات انت بتكتبيها، هل اللي غنيتيها او حاجه؟ اه دي انا غنيتها وعملتها ب3 لغات. اه. ده انت كاتباها؟ اه. طب ما سمعينا. اوكي. هتسمعنا بس حاجه بتاعتها بقى. يا كل العالم اسمع، عندي ليك رسالة. يا كل العالم شوف وبلاش استهانة. يا كل العالم اسمع، عندي ليك رسالة. يا كل العالم شوف وبلاش استهانة. الحب والتسامح والاحترام أساس، أما الكره اللي عشش عايز قرار إزالة. الحب والتسامح والاحترام أساس، أما الكره اللي عشش عايز قرار إزالة. Para el mundo tengo un mensaje para ti. Mera vez y no lo deja. Que el amor, la tolerancia, el respeto es la base. Que el amor, la tolerancia es la base. انت واضح ان يعني الغنى ده هو سؤال انا كنت هسأله. انت مش بتغني وخلاص، انت بتغني واضح ان في مضمون عايزه تقوليه، في رساله عايزه تقوليها. بالظبط العنوان واضح جدا والكلام واضح جدا في غناكي. وده نوعيه من الغنى احنا مفتقدينه جدا، مش موجود على الساحه بالاساس. نقدر نسميه غنى لتنشيط السياحه او غنى سياحي، غنى متوظف لهدف قومي كبير. انت قاصده ده؟ انت واعيه للي انت بتعمليه وقصداه؟ جدا. اه هو ده هدفي. هدف انا عايزه اقدم واضح. محتوى وعايزه اقدم رساله سلام للعالم. عايزه اقدم حاجه ايمج حلوه لبلدي ويبقى ليها تاثير من بعدي. عايزه امشي وانا سايبه بصمه. بس ده مش موجود دلوقتي خالص على الساحه، يعني ده ذكاء ده مش موجود، واللي بيفكر اولا كده هو هتلاقيه نوبل. بيتعب قوي. يعني انا فاهمه ان انت عامله ده لان انت حابه ده، واضح من شخصيتك، لكن كمان ده ذكاء لانه الساحه فاضيه في بتقول المنطقه العكس دي كمان. اه يعني هتلاقي يعني الناس للاسف دلوقتي، مش الفن بالتحديد، بيقابل مشكله، او الذوق العام. فعشان نبقى صادقين اكتر، هو المشكله ان دلوقتي اللي بيفكر في ان مفيش حد هيسمعك. مش مفيش حد فيه طبعا، بس مش الحقيقه أي فئة. الحقيقه اثبتت العكس يا كريستينا، اثبتت انه لا. وده الحقيقه احنا درسناه في كليه الاعلام، ما يحتاجه الجمهور. احنا فرضنا عليهم شكل معين فهم مش لاقيين الا ده. لكن ردود الافعال بدليل، والشاهد ردود الافعال الكبيره والعظيمه اللي بتتقابلي بيها، او صوتك او غناكي بيتقابل بيها، ده معناه ان الودن ما باظتش والاحساس ما باظ يعني. بس احنا نقدم لهم اللي هم فعلا يقدروه ويسمنوه هيحصل. فكان الهدف من كل غناها زي ما انا شايفه لغايه دلوقتي انها تقول للعالم ان بلدي حلوه، حلوه يا بلدي. واتصور انها غنيتيها. هنشوف. حلوه يا بلدي، غنوه حلوه وغنوتك حلوه يا بلدي. املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي.
والله حلوه يا بلدي، بناسك بمواهبك. برافو عليك. انت عامله كل ده على نفقتك الخاصه. مظبوط. الكلمات تراثيه طبعا معروفه، بس التصوير على حسابك، الاماكن على حسابك، المونتاج على حسابك، بمجهودك، كله انت. ده حقيقي. وطبعا بيبقى ده شيء معناه صعب. ان لا انت مصره على انت حاطه قدامك هدف ومصره عليه. على فكره هي مش قاعده فاضيه، دي ام، دي زوجه، دي ام بتربي اولاد، ولدين بسم الله، ولد وبنت، صحيح. كيفن كيفن وانجلا وانجلا. هما ايه بيسمعونا دلوقتي. بيسمعونا. عاملين ايه؟ انتوا لازم تبقوا فخورين جدا بمامتكم بجد، حبايبي. لانها صوت مصري اصيل جدا. ازاي يعني من ان انت بس ماما اللي في البيت اللي بتاكلنا وتعمل لنا هدومنا، اللي سوبر ستار والناس بتتكلم عنها والسوشيال ميديا، وبتطلعي في حوارات، ردود افعالهم ازاي؟ عندي كيفن بيحب، بس عارفه الولاد اللي هم بيبقوا ساكتين يعني بيتكسف شويه، بس يعني حابب الموضوع، بس ما بيشوف حد عارفني او حد بيتصور معايا بيبقى مبسوط. ايه ده يا ماما؟ دول يعرفوكي. فخور. بينبسط. بس هو يعني ايه، مش بيعبر قوي. عندي انجلا بقى عشان واخده نفس الجينات بالظبط. طول الوقت في البيت غنى وبتغني والحان زيك وتلحن وبتالف وقاعده. الله يا انجل، المره الجايه دي تبقي طريقه معانا يا لعبها. انجل، فحابه قوي جدا. بس فهم الاثنين لا مبسوطين وهم ليهم فضل كبير. انا عايزه اشكرهم يعني. يعني ولادي برضو هم سبب ان انا نفسي ابقى حاجه حلوه ويفتخروا بيها. نفسي اعلمهم ازاي يبقوا ناجحين في حياتهم. يبقى ليهم افكارهم، ليهم شخصيتهم مستقله، فهم ليهم دور لاني بفكر فيهم دايما. شفتوا بقى الست المصريه قويه ازاي؟ وده بقى اللي انا كنت عايزه اقوله، ان رغم ان هي زوجه وام وعندها مسؤوليات لكن هي قادره ان هي تحقق حلمها. ربما اكتشفته مش بالصدفه لكن بعد وقت، لكن اصرت عليه، نزول وتصوير ومونتاج، وتختار اماكن. شايفه انت مختاره اماكن مختلفه تماما. هي عندها هدف، حابه ان هي. برافو عليكي بجد، برافو. ربنا يخليكي. ودي الحاجات اللي طول الوقت، ده النور اللي طول ما النفق يبقى مظلم نلاقي نور يقول لنا لا لسه في امل، لا فيها حاجه حلوه بجد. بعد كده انت عملتي بقى اغاني خاصه بيكي؟ عملت في غير اللي انت كتبتيها ايه كمان؟ في حاجه كتبها الشاعر ماجد ميخائيل جميله قوي للغردقه. دي اول اغنيه. على فكره كريستينا قاعده في الغردقه، عايشه في الغردقه. اول اغنيه تتكلم عن الغردقه وتعتبر دليل مغنى للغردقه، لان بتقول الاماكن والمعالم. دليل مغنى للغردقه. الله. دي يعني دي استكمالا للي انا كلمت حضرتك عليه قبل الحلقه، اللي هو المبادره اللي هي ايجيبت ديزيرف. فدي اغنيه للغردقه. ما تشرحي لنا بقى المبادره دي ايه؟ حاضر. هي ابتدت في 2021 لما عملنا الفيديو كليب ده. الفكره جت اول ما عملت الفيديو كليب ده، قلت لا انا مكمله. لما لقيت رد الفعل حلو قلت انا عايزه، نفسي طبعا اغني لكل شبر في مصر. نفسي اغني للاقصر، اسوان، النوبه، العلمين، مرسى علم، اسكندريه، شرم الشيخ. كل مكان فيك يا مصر يستاهل. وحسيت الفكره جديده. اسهل حاجه في الدنيا انك تسمعي اغنيه او تلزق كلماتها معاكي بلحن. فقلت طب ليه انا ما اعملش. وخلي بالك ان كل منطقه في مصر ليها قيمه قيمتها ولهجتها والتيمبو بتاعها والالات بتاعتها اللي ممكن تخليكي يعني النوبه مثلا مختلفه عن مثلا لما اغني للغردقه. عملتي كام حاجه؟ انا بجهز حاليا لاسوان. فعملتي الغردقه وبتجهزي اسوان. بجهز حاليا لاسوان وباللهجه النوبي الله. طب وعملتي بلان؟ يعني انت عامله بلان بس اللي موقفني ان انا مش عارفه اكمل قوي، لان الحاجات دي مكلفه ومجهده جدا، فمحتاجه دعم من جهات كتير مسؤولين يعني. الجهات الراعيه لده. هو ده بقى، لان لازم يبقى في جهه او مؤسسه. وزاره السياحه والاثار مثلا بما اني مهتمه بالموضوع ده. وبالمناسبه انا بشتغل فيها برضه، مفتشه بوزاره السياحه والاثار. فيعني نفسي ياخدوا بالهم. وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه، كل ده حاجات برضه. الجمعيات والمؤسسات والاتحادات لازم تدعموا، لان الفكره نبيله وحلوه وهتجيب لنا فلوس قصادها. يعني الفكره متمنه، متمنه جدا، فلازم تصرف عليها، تستحق ان هي تصرف عليها علشان مردودها مضمون 100%.
فدي برضو الرساله الجديده موجوده النهارده في دردشتنا، ان لازم يبقى في كيانات. خلاص السوشيال ميديا قام بالدور ده وقلب التربه وطلع لنا المواهب، والمواهب اختبرناها وهايله وجميله. لازم بقى يعني حضانه نقدر احنا من خلالها نتبنى المواهب دي وافكارها ومشاريعها واهدافها، علشان نقدر نوصل بيها لشيء ملموس. صدقوني والله القوى الناعمه ايكوال اقتصاد قوي، ايكوال مجتمع متماسك، ايكوال سلوكيات جيده. انا فاكره في وقت من الاوقات، هقول مره تانية، ان حفلات ام كلثوم يا كريستينا كانت هي السبب ان الناس بتتعامل مع بعض بشكل راقي. يعني كلماتها ورقيها والعلاقه علاقه الرجل بالمراه، ما كانش فيه حالات زي اللي دلوقتي، لانه كانت القوى الناعمه ساعتها علمت الناس الراجل ازاي يبقى راقي مع الست، والست ازاي تبقى شيك مع الرجل، وهكذا. فالموضوع يستحق. تمام. وسامعين الجزء من الغردقه جاهز معانا؟ هو الفيديو ولا موجود؟ في فيديو؟ الفيديو اللي في طيب هنشوف الفيديو، جهزوا لنا الفيديو بتاع الغردقه. طب النوبه ممكن اقول هتقدري حاجه نوبه؟ اسوان مثلا. او اسوان. على فين العزم المرة دي، على بلد النوبة الناحية دي. على فين العزم المرة دي، على بلد النوبة الناحية دي. أسوان في جنوب مصر تنادي، تربينا بسرعة يا مراكبي، يا مراكبي تربينا بسرعة. الله. انت مين اللي بيكتب لك ومين اللي بيلحن لك؟ انت مثلا بتروحي لحد تقولي له انا عارفه ان انت ساعات بتكتبي، بس افرضي ما شيطان الشعر ما قلمكيش. دي بالتحديد كتبها الشاعر الجميل نصر عوض. في ناس بتبقى جميله مؤمنه بالفكره فبتساعدك لما بتلاقي فكره زي دي، يعني بيبقوا متعاونين جدا وبيبقوا حاسين بقيمتها فبيساعدوكي. فانت بتقولي وفي ناس طبعا بتبقى يعني محتاجه مقابل مادي على فكره، ده مش غلط، بس علشان كده لازم ان تبقى المواهب دي او المشاريع دي، وهي مشاريع مهمه جدا، يبقى في جهه بتحتضنها. فتلاقي مثلا شاعر يتحمس لفكرتك وانت في دردشه كده فيكتب لك حاجه زي كده، وحد يلحنها لك، وهكذا. كلها مجهودات ذاتيه. هو على فكره بدرجه احتراف، بس هو المحترف جدا لازم يبقى هاوي طول الوقت، عنده شغف طول الوقت. هنشوف الغردقه. الغردقة وناسها هواها احساسها الله بيحرسها، شفت الامان فيها. البحر قدرها عروسة واختارها، وبسمك نورها وشعب تحليها. الغردقة وناسها هواها احساسها الله بيحرسها، شفت الامان فيها. البحر قدرها عروسة واختارها، وبسمك نورها وشعب تحليها. الغردقة مارينا وجامع المينا وكنيسة الظهور، شوارعها تنادينا ننزل على الممشى، نسهر ونتمشى والسهرة تحلى لينا.
تطلع لمغامرة وسفاري في الصحراء، وكل يوم سهرة عمرك ما تنساها. الغردقة مارينا وجامع المينا وكنيسة النهار، شوارعها تنادينا بالليل على الممشى، نسهر ونتمشى والسهرة تحلى لينا، في الجونة نتعشى. الغردقة مارينا وجامع المينا وكنيسة النهار، شوارعها تنادينا. محدش بقى يقول لي ان الصوره قاتمه، لا، فيها حاجات حلوه لازم نحط سبوت عليها ونأكد عليها وندعمها ونحميها ونكبرها، عشان تبقى دي القدوه للشباب اللي ممكن يبقى تايه انا اروح يمين ولا شمال. مجهود كبير شايفينه، فكره نبيله جدا وشريفه، ما بيحركهمش، اكيد مش بياخدوا منها الملايين دي خالص يعني، بس ما بيحركهمش في ده الا حبهم للفكره، ايمانهم بيها، هم عايزين يقدموا حاجه محترمه، عايزين يوظفوا صوتهم اللي ربنا حباها بيه لحاجه هي تفخر بيها. هي قالت على فكره في وسط الكلام انا عايزه لما امشي اسيب حاجه حلوه، الاثر. هي الكنيسه كان ليها دور على فكره في موهبه. اكيد كان ليها دور كبير. اه الكنيسة هي كانت البداية، لأنها أول حاجة ماما عملتها زي أي أم، توجهت لأسهل مكان ممكن ترعى الموهبة دي. فدخلت كورال الكنيسة، كانت دي البداية. كان لما بقى عرفت ان قائدة خلاص بقى ان صوتك حلو وديتك ودتني الكنيسه عشان الكورال في بقى. كورال الكنيسه. دكتورة مريم نعيم بقى جه دورها هنا. هي أول حد اكتشف صوتي وحسسني إن صوتي مميز في الكنيسه. في الكنيسة. آه. كان ده في القصير اللي هي موطن رأسي يعني بلدي. بس فمن بعدها بقى كملت بقى لغايه يعني حتى وانا لغايه ثانوي كده كنت في الكورال. جيت في الجامعه بقى زي ما قلت لك لا انا عايزه ابقى دكتوره. الاسره، عشان كده بنقول المؤسسات المهمه جدا لازم ترعى الاولاد عشان يطلعوا بالاحترام ده. المؤسسات الدينيه، دور العباده، الكنيسه، الجامع، الاسره نفسها، طبعا دور الاب والام كان مهم جدا في حياتي، لان هي برضو خلتني اشارك في حاجات بقى تبع المحافظه واحتفالات، وكانت واعيه بتخليني اشارك في حاجات كتيره. من قبل كمان الكنيسه، الحضانه، انا نسيت الفتره دي. في الحضانه وانا صغيره افتكر دايما كانت اي احتفالات وطنيه كانت تخليني اشارك فيها. فلا هي كانت ايوه الوطنيه اللي انت بتتكلمي بيها، مش بنوجه لها طبعا تحيه اكيد. هي بتتفرج علينا هي وبابا، وهم بصي يعني مش بعرف امسك نفسي اول ما بتيجي سيرتهم، يعني لا اوجه لهم كلمه. هم يعني هم بعد ربنا، هم ليهم الفضل في كل حاجه، يعني ان انا ابقى كده، او ان الناس تحب اللي بقدمه، او تحب شخصيتي، او تحب طريقه تفكيري، هم اللي ليهم الفضل. انا طلعت على الدنيا لقيتهم هم بيحبوا الناس وبيحبوا يعملوا الخير، وهم اللي زرعوا ده فيا. مصدقاكي؟ بس فده حصل. بوجه لهم تحيه اكيد، وبوجه تحيه لكل اب وام قادر ان هو يكون قدوه محترمه، لان الاولاد يعني، وانا قاعده مع كريستينا، انا مش قاعده مع كريستينا بس، انا قاعده معاها ومع باباها ومع مامتها والبيئه اللي اتربت فيها، وهكذا. ده طول الوقت بقوله علشان نخلي اولادنا كويسين محترمين، مفيش الحاجات اللي احنا بنسمعها دلوقتي. لازم احنا في الاول نكون كده، لانه ده هينعكس على اولادنا. برضو بشكل غير مباشر بقول ان الام المسؤولة اللي بتربي بشكل كويس جدا. يعني دلوقتي لما كريستينا حابة ان هي تعمل كليب زي ده، تعبت فيه جدا، احنا في الشغلانة وعارفين ان ده اخد منها مجهود كبير جدا. هو ايه المحرك؟ ان في ام زمان علمتها ازاي وهي صغيرة تروح تشترك في كورال او في كنيسة او في حفلات فيها وطنية، فربت عندها النازع ده، فطلعت كريستينا بالشكل ده. ده دور الام. ارجوكي ربي، ارجوكي ما تقعديش طول الوقت على الموبايل تعملي سكرول، لا، ربي اولادك عشان يطلع نماذج كتيره زي كريستينا وغيرها كتير في مصر. فانا مصدقاكي جدا في ده، وبوجه تحيه لكل اب وام حاسين بالمسؤوليه وقدروا يربوا كويس. فالمؤسسات مهمه جدا، دور الكنيسه، دور الجامع، الام،
اشتراك الاولاد طبعا ده ليه تاثير، مش بس ان انت صوتك بقى حلو، كمان اجتماعي شخصيتك، بقى. ثقتك بنفسك، احساسك بمصريتك. ليها علاقة يعني، عارفة الإبداع اللي بلا حدود اللي ما آه. يدخلش، يعني أنت لما بتشاركي في حاجات من النوع ده بتحسي ال- طول الوقت، عايزة أقول العقل بيولد أفكار، ايوه. وبتعرفي ثقافات مختلفة كمان لو تسافر. لأن أنا مرة برضه سافرت الصين، كنت بمثل بلدي، فمش هنسى الحدث ده بالنسبة لي في 2016. ف... فبرضه كان ليها بتمثليه في تأثير ايه؟ كبير في وزارة السياحة. اه. فكان في اختبارات والحمد لله عدينا فيها، وسافرت هناك امثل بلدي و... وكانت تجربة حلوة بالنسبة لي. فأي حاجة عايزة أقول بتطلع بإطار أكبر أو بشكل أكبر بتساعدك تنمي أفكارك أكتر، وطول ما أنت بتاخد الإيجابي هتلاقي نفسك كونت حاجة لذيذة في الآخر. ايجابي. طول ما انت بتاخد ايجابي بتدي ايجابي. فبرضه اللي احنا عايزين نقوله انه انا حاولت ان انا اوريكم كواليس الشخصيه دي ايه، مش من فراغ، وراها حاجات كتيره قوي. الحاجه اللي انت عايز تعمليها بقى في القادم. المشروعات القادمة، مم. بصي أنا في حاجة بحضرها، دي رسالة بقى لكل بنت وست مصرية. ايوه. كلمات الجميل علاء راشد، مم. والحان الجميل سرمد الياس، بالمناسبه هو عراقي بس يعشق مصر فملحنها. مش مستغربه برضو لان انا بحب المصريين يعشق جدا مصر. جدا. فدي بقى رساله بقى لكل بنت جدعه، لكل بنت بتقف جنب اسرتها، جنب جوزها، جنب برضو رساله يعني. بص هي طول الوقت جميلة جداً. بتختار اغاني ليها معنى، ليها مضمون، ليها رساله، ليها، وده اللي احنا عايزينه. ما تخافيش ان الناس مش هتستقبل ده بشكل جيد. الواقع، مش مشكلة. الواقع اثبت انه لا، الناس ودانها ما باظتش، احنا اللي بوظناها. لكن او حاولنا نبوظها بس ما قدرناش. ناس لسه بتسمع كويس، ناس في مصر لسه بتحس كويس، ولسه بتقدر القيم. فاستمري على ده. قولي لنا بقى الست، ده اللي هنختم بيه النهارده. طبعا الكلام مش هيخلص. اولا انا بشكرك شكر خاص جدا، لان هي على فكره كريستينا جايه لنا مخصوص من الغردقه، مخصوص من الغردقه، وهترجع يعني صد شرف. رد. وده مش مستغرباه بعد ما اتكلمت معاها. شخصيتها هي كده، هي شخصيتها حد محترم ملتزم، فنان على فكره، فنان ملتزم. فانا بشكرك جدا انا لوجودك اللي معانا بشكرك النهارده، واتشرفت جدا بيكي. وهيبقى لينا لقاءات تانية بإذن الله. ومستمرين معاكي ان شاء الله في مشروعك. مشروع محترم قوي، مثمن قوي، وهنبقى موجودين معاكي طول الخط، طول الطريق. ربنا يخليكي ويرزقك. هنختم بقى نختم بيها؟ ازاي الست المصريه تبقى قويه، ماشي. او هي قويه. هي اصلا الست المصريه قويه، احنا بس بنوريكم ازاي هي قويه. أنا مصرية وقوية، بقولها وراسي مرفوعة، وفخر بإني مصرية يخش في 1000 موسوعة. أنا مصرية وقوية، بقولها وراسي مرفوعة، وفخر بإني مصرية يخش في 1000 موسوعة. أنا البراءة في نيتي، وأنا الجراءة في خطوتي، أنا القوية في شدتي، أنا الشقة، أنا العمل، أنا الطموح، أنا الأمل. قوية طبعا بدون كلام. يعني أنا بشكرك جدا لوجودك معانا النهاردة، ونموذج آخر من الست القوية ضيفتنا في الفقرة اللي جاية، مع احترامنا الشديد طبعا لزميل العزيز أيمن. لكن الموضوع اللي بيتكلم عنه أو اللي انتوا هتناقشوه معاه موضوع مهم قوي، بيكمل فكرة احنا بنقولها، ان الدراما، ان القوى الناعمه ازاي ممكن تاثر على سيكولوجيات ونفسيات اولادنا. زي غنى مثلا كريستينا، ازاي ممكن ان هو يبث لنا طاقات ايجابيه في اولادنا، ويعلمهم الوطنيه ويعلمهم الانتماء. فده توبيك او عنوان او دردشه مهمه جدا، متاكده ان انتوا هتستمتعوا بيها جدا مع ايمن، لقدرته طبعا كمذيع، لكن كمان لان معاه ضيفه يعني